حلمنا أن نطور قطاع الصحة في سوريا للوصول إلى نظام صحي متكامل عالي المستوى يواكب الأنظمة الصحية العالمية ويحقق معايير متفوقة في إدارة وتشغيل المشافي بكافة أشكالها العامة والخاصة. حلمنا أن ندخل أنظمة تكنولوجيا المعلومات في صلب إدارة مشافينا لترتفع كفاءتنا الخدمية والاقتصادية فتلبي احتياجات المجتمع وفق سياسة صحية استشفائية متكاملة. حلمنا أن تتوزع خدماتنا الصحية بطريقة مثلى بين مواطنينا فنغطي الأرياف ونؤمن لها كوادر طبية مقيمة. حلمنا أن ننشئ مدينة طبية نموذجية ومشفى جامعي يضم أعلى الكفاءات. حلمنا يبدأ من واقع مرهق يعاني من صعوبات وعوائق أساسية تحكم نظام المعالجة الطبية، فتراجع عمل الأطباء الأخصائيين وتدني أداء الكادر الطبي المساعد، إضافة إلى تردي نظام صيانة الأجهزة الطبية وعدم وجود خارطة واضحة تعتمد كمرجع في إنشاء المؤسسات الصحية، تخلق مجتمعة خللاً كبيراً في نظامنا الصحي يكبل أداءه وقدرته على تأمين الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة ويدفعنا قدماً للمضي نحو الحلم. ولنحول حلمنا إلى واقع منجز وضعنا خطتنا الاستراتيجية ودرسنا أولوياتنا لنؤمن الخدمات الصحية الاستشفائية العصرية ونطور أداء كليات الطب والجامعات ومراكز التدريب والأبحاث المتخصصة بقطاع الصحة، ونرفد سوريا بكوادر طبية مؤهلة تغطي المدن والأرياف. كما التفتنا إلى كل ما يخفف عناء المرضى وذويهم من تبسيط الإجراءات وتفعيل دور الجمعيات الخيرية وشركات التأمين. وضعنا جهودنا كلها لنجعل الحلم واقعاً قيد الإنجاز. وقد بدأت تظهر أولى نتائج هذه الخطة من خلال عدد من الإنجازات مثل تطوير قسم الإسعاف والطوارئ في المشفى الوطني ومركز الطب الشرعي، وإنشاء مشافٍ جديدة وتسليم أرض لدولة الإمارات لإنشاء مشفى الشيخ خليفة المتعدد الاختصاصات خلال 3 سنوات. حلم حمص واقع قيد الإنجاز.